أسماء كبيرة أخرى تشارك في هذه النسخة من البطولة العربية التي تصل إلى عامها رقم 41. النصر اللي بانت ملامح الرائعة في المشاركة بالبطولة الودية الدولية باليابان اليوم يحضر ب90% من الأسماء التي شاركت في شوط المباراة الثاني من أمام انترناسيونالي النصر. ورغم أنه يتخلى عن أغلب قائمة الأساسية إلا أنه حتى القائمة الاحتياطية أثبتت جدارتها في مباراة الإنتر. الشباب يريد أن يكشف عن موسم من هذه المباراة وفي هذه المواجهة. إيفار بانيجا إلى جانب عبد الله مادو قائدي الفريقين في قرعة البداية قبل انطلاقة المباراة مع حكم المواجهة السيد لطفي بكواسة الحكم الجزائري الذي سيدير بإذن الله تعالى أحداث 90 دقيقة. آمل أنها تكون ممتعة لحضراتكم بمشيئة الله تعالى. إذا مواجهة وقمة سعودية هنا في البطولة العربية. عبد الله مادو إلى جانب إيفار بانيجا. مادو واحد من 3 لاعبين في النصر يعودون للمشاركة العربية في آخر نسخة. إذن البداية في مباراة الليلة هو واحد من بين 3 حكام ساحة جزائريين، مصطفى غربال ولحلو بن إبراهيم، و3 مساعدين من الجزائر في حين أو مساعدين آخرين من الجزائر في حين مساعد الأول جواري مجران، مساعد ثاني الشباب. يحاول أن تكون المبادرة له هذه المرة بعد أن ظل النصر صاحب المبادرة في الدقائق الماضية. الكرة للشباب على اليسار، المرور والعرضية، الكرة عدت من أحمد عبدو ترجع لصالح النصر. النصر في بعد كرة إلى تمريرة من عبد الله الجوعي راحت للخلف ثم عند عبد الله الجوعي. الجوعي من جديد إلى ماجد. ماجد يمرر الكرة في الجهة اليسار. الشباب مع كرة مع انطلاقة ووصول إلى منطقة الجزاء وعرضية نواف العقيدي. وهذا الواضح بأنه الشباب قدم مباراة ممتازة من أمام خصم النصر. إياغو سانتوس يلعب الكرة إلى وسط الملعب إلى محاولة في الجهة اليسار، محاولة شبابية باليسار. سبياني عدى، سبيان انطلق ولعب كرة عرضية لكنها إلى خارج أرضيات الملعب إلى ركلة مرمى للفريق النصراوي عند نواف العقيدي. عند تنفيذ الركلة الركنية تحركات لعناصر الشباب معودة بالكامل لأغلب العناصر النصراوية. الكرة بالراس، نواف فشل في إبعاد الكرة لكن نجح الدفاع في إبعادها. الكرة ترجع للشبابيين ساقطة في منطقة الجزاء، عدت من إياغو سانتوس. الركلة الركنية تعود للشباب، واصل بالكرة باتجاه خط الدفاع عند حسن تنبكتي إلى إيفار بانيجا، وبانيجا يلعب كرة في أقصى اليمين لفواز صقور. فواز التمريرة ملعوبة في وسط الملعب إلى فواز. فواز في منطقة الجزاء يلعبها عرضية، عدت الكرة على الشباب. ضاعت الفرصة على الشباب وفرصة جديدة الشباب لا يستثمرها. كل هذه الفرص اللي أتيحت لعناصر الشباب لم يتم الاستفادة منها. هذا خطر على الشبابيين أنهم يصلون إلى منطقة جزاء النصر ولا يستفيدون من كل هذه الفرص اللي أتيحت أمامهم من أمام مرمى نواف العقيدي. تعود للشباب. إيفار بانيجا سيطر على الكرة. يا سلام يا سلام على الثقة الكبيرة عند بانيجا، لكن الكرة ترجع للنصر والمحاولة صقور تدخل فيها في لحظة حاسمة. الغنام بمنطقة الجزاء ومن أمام صقور أبعد الكرة. قراءة ناجحة من صقور في اللحظة الأخيرة أنقذ فيها مرمى الشباب في إبعاد كرة من داخل المنطقة لخارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. شوف الإعادة بالبطيء، أكثر كرة كانت تهدد الشباب إلى اليسار. واصل الكرة عند إيفار بانيجا في هذه اللحظة. أيها السيدات والسادة، أعلن حكم المباراة السيد لطفي بكواسة عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول في مواجهة النصر والشباب. القمة وديربي الرياض الحاضر في ملعب الملك فهد في مدينة الطائف. النصر الذي سيجري 3 تبديلات مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. بانيجا، رياض شراحيلي، ماجد كمبة، هتنبة هبري وعبد الله الجوعي الذي غادر ملعب المباراة وجاء في مكانه. رجع بالكرة لنواف العقيدي، من نواف إلى نواف إلى بوشل. نواف بوشل ياخذ كرة في اليمين يلعبها لتاليسكا. انطلاقة من تاليسكا. تاليسكا يستمر في انطلاقته ومروره وتسديدة. كيم سونغ
يتصدى لتسديدة رائعة. تاليسكا جاب، والترجي والصفاقسي بدون نقاط في المجموعة الثانية. الأهلي الطرابلسي والهلال السعودي والسد القطري والوداد البيضاوي يتقاسمون نقطة واحدة. بوشل العودة المدافعين إلى عبد الله العمري بانطلاقة وتمريرة في الأمام. الجماهير تتفاعل، ربما تبديلات قادمة. الكرة على الجهة اليسرى للنصر، انطلاقة من أليكس يمررها في اليسار. علي الحسن عد انطلق ومرر كرة لكنها إلى كيمسونج يواصل تألق اللي كان عليه في تسديدة ماجد. يلعب الكرة واصلة إلى رياض شراحيلي تمريرة في الأمام. المتابعة أمام تركي العمار، راحت فواز بعرض الملعب، يلعب كرة رائعة. وأحمد عبدو تسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى للنصر. التسديدة من أحمد عبدو كانت بعيدة عن مرمى نواف العقيدي. في هذا المساء الثنائية عبد الله مادو والعمري ورونالدو يستعد. كريستيانو رونالدو في مكان عبد الفتاح آدم. فرحة الجماهير النصراوية بقدوم رونالدو إلى أرضية الملعب، النجم الكبير اللي بلا شك بأنه الكرة فيها ركلة حرة مباشرة عند إيفار بانيجا يلعب كرة عرضية. فواز صقور إلى فرصة لتركي، مرت الكرة بالكعب، الله إلى خارج أرضية الملعب من أمام هتان بهبري. هذه أخطر كرات الشباب في المباراة اللي عدت من أمام نواف، لكن نواف وممكن يلعب بثلاث مدافعين. الكرة اللعب في الجهة اليمين واصلة لفواز صقور، المحاولة مقطوعة واصلة للنصر، تعود للشباب مرة أخرى إلى تركي العمار. تركي يلعبها لحسين قحطاني ياخذ كرة من إيفار بانيجا. الكرة في الجهة اليمين، فواز نشط، فواز يلعب كرة لتركي، وتركي لعب كرة واصلة لنواف. الكرة اللعب على الجهة اليمين فيها مرور من نواف بوشل. نواف يمرر كرة واصلة لصالح النصر إلى رونالدو، مرور وتسديدة كيمسونج أبعدها لخارج أرضية الملعب. الله على رونالدو، وتألق من كيمسونج أنقذ مرمى الشباب من أمام رونالدو، من أمام العالمي رونالدو أنقذ مرمى الشباب، أبعد الكرة لخارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. ثاني تهديد على مرمى كيمسونج، والنجاح الثاني الأول والثاني من أمام رونالدو، يأخذ فيها شهادة النجاح كيمسونج في مباراة الليلة. الكرة اللعب للنصر إلى عبد الله العمري باكورد. يعني تاليسكا فشل ورونالدو فشل، بتنجح أنت من أمام كيمسونج يتألق للمرة الثالثة. الكرة إلى إيفار بانيجا يأخذ كرة يعدي فيها، غريب ينقل كرة طويلة إلى رونالدو، جول! القرار براية وتسلل على رونالدو، القرار براية وتسلل. رونالدو مش ممكن تفوت كرة بهذا الشكل توصل رونالدو. شوف الإعادة من جديد، شوف التحركات النصراوية. سيكو فوفانا تحرك وأخذ معه أكثر من لاعب شبابي، لولا أن كريستيانو رونالدو كان متسللا. لكن كما ذكرت بأنه يبدو بأنها على كريستيانو رونالدو. القحطاني مع الكرة، قحطاني يلعب كرة إلى إيفار بانيجا يمررها في الجهة اليمين، انطلاقة للشباب، العرضية، هتان بهبري. نواف العقيدي نجح من أمامه في إبعاد الكرة. شوف الكرة مرة ثانية لصالح الشباب، عرضية خاطفة من هتان، لكن لا تخاف. رونالدو يلعب كرة من الجهة اليسرى، تعود شبابية، تعود لليوث في محاولة من أمام العالمي. الشباب يتقدم بتمريرة طويلة واصلة على الجهة اليمين، مرت إلى صقور، العودة للقحطاني والتسديدة من القحطاني إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. الشباب يا سلامي عليهم، صالحين في كل زمان ومكان، حتى وإن كانوا الأقل الشبابيين